السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص قرب، والنهاردة بقى هنعمل فانوس رمضان بشكل مختلف ان شاء الله. هنستخدم فيه ازازة اللبن دي، وكمان علبة الايس كريم دي. هفصل منها، عايزة منها الجزء اللي في النص بس، وباقي الاجزاء هنبقى نعمل بيها افكار تانية. هبدأ اجيب القطر وبعمل فتحة كده، وبعدين بقص بالمقص، واخدت كده الجزء اللي انا محتاجاله. طبعا انا مكان القص بيبقى خشن شوية، فبنضف كويس مكانه بالصنفرة كده وبنضفها، علشان انا هدهن الجزء ده، مش عايزة يكون فيه اي عيوب خالص. هجيب برضو الازازة وهشيل خالص الجزء الغلاف اللي عليها. انا هحتاج من الازازة الجزء اللي فوق والجزء اللي في القاعدة، فبفتح بالقطر فتحة صغيرة، وبعد كده بكمل بالمقص. البلاستيك بتاع الازازة سهل ان هو يتقص معايا بكل سهولة. هنا بعد ما فصلت الجزئين هبدأ اساوي الجزء اللي انا قصيت منه ده، لانه لازم يكون متساوي كويس معايا. بشيل كل الزيادات بتاعة البلاستيك. هنا خلاص شلت كل الاجزاء الزيادة وسويتها كويس. هشيل كمان الجزء اللي عند الغطا ده، هشيله برضو، والجزء ده بيكون تخين شوية فبشيله بالقطر، وممكن لو بقى عندكم سكينة سخنة تشيلوها بيه، بس هو سهل يعني يتشال بالقطر مفيش مشكلة. عندي بقى ده غطا، كان غطا جردل بتاع صابون سائل، وده الجزء اللي بيبقى الدايرة اللي بتبقى ملزوقة فيه، وده الغطا بتاع الازازة بتاعتنا النهاردة. هلزق انا الاجزاء دي على ورقة علشان انا عايزة اقفل الجزء ده. وهنا بعد انا ما لزقت الغطايين في بعض هبدأ افصلهم، بس عايزة اقول لكم هنا ما يكونش مسدس الشمع سخن، يعني تسخنوا مسدس الشمع وتفصلوه شوية وتبدأوا تلزقوا بيه، علشان البلاستيك بتاع الازازة مش قوي، ممكن يسيح معاكم. بعد ما خلاص شلت كل الاجزاء من الورق، هلزق بقى الغطا في الجزء بتاع الازازة من فوق كده. بقت الاجزاء معايا كويسة وتمام، خلاص لزقناهم وبقوا جاهزين. انا حابة ان انا اضيف الجزء بتاع المسجد ده، فطبعت الورقة دي. الصورة دي انا طبعاها من برنامج بنترست، وانا كنت عملت فيديو عنه ازاي نستخدمه، وسيبه لكم في صندوق الوصف للي حابب يستخدمه. وجبت ورقة كده برضو قوية، وضفت الشمع بسرعة 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 هو سخن، وبعد كده لزقت الورقة بسرعة علشان ابدأ افرغ الصورة اللي عندي. وانتوا لو عندكم غيرها ممكن تستخدموه في المرحلة دي، بس انا استخدمت الشمع السخن بيسهل عليا اكتر. هنا بعد ما فرغت الصورة بقت طبعا اقوى، لان الورقة لوحدها كانت ضعيفة. كده هقدر استخدمها بكل سهولة. آه خلصنا كل المراحل، وهنيجي على المرحلة فيها الدهان. انا هستخدم الدهان ده معايا، والدهان ده موجود عند كل بتوع البويات، كل محلات البويات. في منه الحجم ده وفي منه الحجم الاصغر، بس لازم لما تجيبوه يعني تقلبوه كويس جدا عشان بيكون مترسب تحت اللون. بقلبه كويس، وبعد كده جبت سبونجة وببدأ ادهن معايا الاجزاء كلها. انا هديها طبقتين بس دي اول طبقة. انتوا طبعا ممكن تستخدموا الاحسن، يعني لو ملكوش في الدهانات وكده تستخدموا السبراي، هيكون اسهل بكتير عليكم وهيسهل عليكم الفكرة وهتخلص بسهولة، ومبياخدش كمان وقت في الدهان. بس انا ما كانش متوفر فاستخدمت الدهان ده، فالمتوفر عندكم استخدموه. تقدروا تعملوه طبعا باللون اللي انتوا حابينه. هنا بعد ما دهنته من جوه ومن بره ودهنت كل الاجزاء اللي معايا، هبدأ ازينها قبل ما الزقها علشان هتسهل عليا اكتر. انا عندي الاستراس ده واستخدمته معاكم كتير جدا، ومتوفر عند كل المحلات بتاعه الخيوط والكلف، وسعره مش غالي ابدا. المتر تقريبا ب20 جنيه وبيقعد كتير جدا. هنا بعد ما لفيت عليها كلها داير ما يدور من الاستراس، وعندي كمان الاستراس المربعات ده برضو هستخدمه. وخدوا بالكم ان مسدس الشمع ما يكونش سخن كتير علشان ما يسيحش معاكم البلاستيك. هبدأ بقى ألزق عليها من هنا اهو، زي ما انتم شايفين لزقت كده في الاجزاء اللي انا حباها. ممكن تستخدموا الاستراس التاني بس، يعني تستخدموه بدل ده لو هو اللي متوفر. هبدأ بقى ألزق الاجزاء واجمعها مع بعضها علشان نشوف الفانوس الجميل بتاعنا.
انا ما حبيتش الزق استرس عند الجزء بتاع الغطا، حسيت الخطوط اللي فيه دي شكلها حلو، وطبعا انتوا راحتكم. هلزق بقى الجزء اللي في القاعده الاول، وببدا اثبته بايدي كويس لحد ما يثبت معايا، وبعد كده الزق الجزء اللي فوق كمان. اهو لزقته. انتوا تقدروا تكتفوا بالمرحله دي، وهيبقى عندكم فانوس جميل تحطوا الشمعة جواه كده ويبقى شيك قوي. بس انا حابه استخدم الجزء بتاع المسجد ده، فببدا اظبطه كده جوه الدايره اللي عندي. قبل ما الزقه ببدا اظبط مكانه الاول كده. بعد ما ظبطت المكان هبدا بقى بمسدس الشمع واثبته من الظهر هنا. بعد ما ثبت وبقى عندي بالشكل الحلو قوي ده، شكله طبعا حلو قوي. هوريكم كمان لما اضيف الشمعة. شايفين بقى جميل قوي، والشكل بتاع المسجد حلو قوي. اتمنى لو عجبكم تضغطوا لايك وشير، واللي اول مره يشوف قناتي يضغط سبسكرايب اشتراك وفعل الجرس على اول اختيار بيجيله الكل عشان يوصلوا كل جديد بقدمه في القناه. وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيديو وفي الفانوس الجميل بتاعنا النهارده، واستنوا افكار تانية كتير لرمضان. بحبكم قوي قوي. باي باي.